تعالوا النهاردة هنعمل أحلى شوية فول مدمس. عذرا لأصحاب المحلات، أنا هعمل شوية فول يعني زي الزبدة، وأقولك على السر اللي يخلي الفولية بتاعتي عمر القشرة بتاعتها ما تنطر كده، وهي تبقى يعني دي لوحدها ودي لوحدها. تعالوا كده نسمي الله. ومعانا نص كيلو من الفول بتاع التدميس، أنا جايبة الفولية البيضة، وابعدي خالص عن الفولية اللي تبقى صغيرة وسمرة دي. جبتها في طبق غويط ومعايا مية مغلية. هغطي الفول بتاعي تماما من الميه المغليه. المعلقه السحريه بتاعتي اللي هتخلي عمر الفوليه بتاعتي القشره بتاعتها ما تنطر بيكنج باودر. بيكنج باودر اللي هو العادي بتاع الكيكات، معلقه صغيره والميه مغليه، ونضيف المعلقه هتلاقي ان هي فارت كده زي ما انتم شايفين. الخطوه دي مهمه جدا، بتخلي الفوليه بتاعتي لونها حلو وبتسويها سوا حلو، وكمان هتخلي عمر القشره بتاعتي ما تنطر. ببدا ان انا اغطيها واسيبها 4 ساعات مبلول بقى في الميه. يبقى خلاص اول ما الاقي الحجم بتاعه تضاعف ببدأ ان انا اشيل الغطا عليه. وتعالي بقى هقولك هنعمل ايه. خليك كده معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي كل خطوة تفيدك. اول مرة تشوفي قناتي ما تنسنيش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناة. زي ما انتم شايفين الفولايه بتاعتي خلاص حجمها تضاعف، طبعا زاد طبق اتملى كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة نكون مغطينه بالمية كويس. خلاص كده فضيته من المية وشطفته شطفة، ومعايا بقى القدرة بتاعتي اللي هدمس فيها. طبعا ممكن لو مش عندكم قدرة بس تكوني حلة يعني يكون مش واسعة قوي عشان الوش بتاعها ما يبقاش يعني اسود او حاجة. واحدة واحدة. وفضيت الفول بتاعي. معايا بقى كوباية فول مدشوش اللي هو الفول بتاع البصارة. بجيب كوباية على النص كيلو الفول المدمس، بشطفها وبضيفها عليها. ونص كوباية او كوباية الا ربع من العدس بشطفه شطفة بسيطة وبضيفه عليه. ومعايا بقى معلقة كبيرة من الكركم، ومعايا معلقه كبيره من البابريكا. الاتنين دول بيخلوا لون الفول تحفه. ومعايا بقى كده تقطعي ليمونه ترانشات كده رفيعه وتضيفيها على الوش، وحوالي معلقتين كبار من الخل وتضيفيهم على الوش. بس كده خلاص، بس كده. نجيب بقى الميه المغليه وبنغطي الفول، يعني بنسيب حوالي 3 صوابع كده مقدار من فوق بس فاضيين عشان الفول ما يفرش معانا. وزي ما انتم شايفين ولا هقلبه ولا هعمله اي حاجه، انا عاوزه الفول المدمس هو اللي يبقى من تحت، عشان خالص الحاجات التانية ديت ما بتبقاش تحت وتتلسع معايا. برفعه على النار ومن غير ما اعري الغطا لمدة يعني 3 ساعات على الاقل. ما اعريش الغطا بتاعي، يعني بسيبه 3 ساعات على نار زي كده يعني بيغلي غلوة، وبوطي عليه زي ما بتوطي على الرز. بسيبه 3 ساعات ما بغطيش عليه نهائي. وبعد ال3 ساعات خلاص بشوفه لو استوى تمام كده بغطيه واسيبه بقى يبرد، وابدا ان انا بقى اشوفه واكيسه بقى معايا في الاكياس. تعالوا بقى نشوف الفول هيطلع معانا شكله عامل ازاي ولونه عامل ازاي. طلع معايا يعني اللون اللي انتوا بتشتروه كده من عند بتاع الفول، اللون اللي انتوا بتبقوا حابينه، لون حلو جدا كده وجميل، يعني مع شوية طحينة بيبقى كده زي العسل. شوية فول زي الزبدة. هطلع كده فولية واوريكم شكلها عامل ازاي. بصراحة يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده. زي ما بقول لكم يعني وداعا للفول بتاع المحلات. انا النهارده خلاص مش هنشتري فول المحلات، انا هدمس الفول في البيت، وكمان يعني هوفر توفير 100%. شوفوا بقى الوقت بتشتروا الفول بكام، لانها من نص كيلو عملت كمية كبيرة جدا. بصوا الفولية يعني زبدة معايا بصراحة، طالعة مستوية سوا كده على الهادي. و يعني لحد اخر معلقة في القدرة من تحت، ولا لسعت ولا حصل لها اي حاجة. طالعة معانا كلها لحد اخر فولة في القدرة من تحت، طالعة مظبوطة ظابطة. بصوا يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده. مستوي حلو جدا. تقدري تعتمدي الطريقه ديت. ومن نص كيلو فول زي ما بقول لكم يعني هتقدري ان انتوا تقضوا شهر رمضان كله واحنا عندنا السحور بتاعنا، ونقدر نعمل بقى منه اشكال والوان. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد دوت انا هعمل لكم يعني كذا نوع واصناف كتير جدا من الفول، جميع انواع الفول كده، و يعني بأطعمة كده مختلفة هنعملها ان شاء الله مع بعض عشان ما نزهقش بقى من السحور. ونعمل ان شاء الله باذن الله برضو حاجات كتيره للبطاطس يعني. انتظروني باذن الله الفيديوهات التانية نعمل حاجات كتيره للسحور. نجيب بقى طبق كده ونرش عليه رشه ملح ورشه كمون ورشه من الزيت. وهنجيب بقى الطحينه بتاعتنا ونرش رشه كده من الطحينه. يعني عملنا طبق فول
يعني لو في اي محل هنشتريه ب20 جنيه مثلا، احنا عملناه بسعر مفيش خالص، يعني ما من غير سعر بالنسبة للنص كيلو الفول اللي احنا عملناه. كده طبق الفول دوت احنا عاملينه كده من غير سعر. كمان طعمه حلو جدا ولذيذ، وحاجة نضيفة عاملينها في البيت، نقدر نحتفظ بيه في اكياس في الفريزر، ونطلع بقى كيس كيس كده نستعمله. نعمله بقى بطماطم، نعمله بطحينة، نعمله بقى ببيض، زي ما احنا عاوزين نشكل على مزاجنا نعمله. اعملوه بالطريقة ديت، وامشوا بس على الوصفات وعلى الطريقة واحدة واحدة، وان شاء الله بإذن الله هيطلع معاكم زي العسل. وما تنسونوش بقى في لايك كده كبير عشان كل الناس تستفاد من الفيديو. ولسه ما اشتركتش في القناة، يلا اشتركوا في القناة عشان تشوفوا معايا كل جديد. بسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.